أنا هرشح لك مشروع جافيرا، بس خليني الأول أديكي بريف سريع عن الشركة عشان تعرفي انت هتشتري مع مين. بالنسبة لجافيرا هو تبع شركة انيرشيا. شركة انيرشيا من الشركات 2006 موجودة في السوق. تمام. أول مبنى ليها كان مبنى اسمه ميد بوينت، ده مبنى طبي اتعمل تقريبا من حوالي 10 سنين. لحد وقتنا هذا المبنى ده مفهوش ولا وحدة ريسيل. فان شركه تقدر تعمل مبنى مواكب العصر ومواكب التحديثات، دي حاجه مش اي شركه تقدر تحققها. تمام. كذلك مشروع جافيرا برضو بيحقق معادله صعبه جدا، ان انت بتاخدي حاجه باقل سعر، احسن بيمنت بلان، برايفسي عالي جدا. عرض الشاطئ بتاعه لوحده 3500 متر، فدي كباستي قليله، خدمات متوفره. لو هتفكري في حاجه كسكن، فهو سكن هوم ممتاز من ناحيه ان انت عندك جامعات، عندك مستشفيات، كل الخدمات موجوده حواليكي. لو هتفكري في حاجه تو انفستمنت، فانت 0% ريسك. الشركه لو انت ما عرفتيش تجيبي العميل، هي هتجيبهولك وتأجرلك. بصي، لا، راس الحكمه ده اول حاجه. راس الحكمه هناخد فين؟ في راس الحكمه في سي فيو، لان سي فيو موقعها الاول، اللوكيشن بتاعها كويس جدا في الكيلو 187. جنبيها يعني الكوميونتي اللي جنبيها كويس جدا، والقرى اللي جنبيها قويه جدا. ونرجع بقى لسي فيو تاني. سي فيو تبع شركه جيدار، وشركه جيدار على ارض الواقع من 1966. تاني حاجه البيمنت بلان بتاعتهم تحفه. 10 سنين بندفع داون بيمنت 10%. وهي تو فيسز. فيز 1 ده ريدي تو موف تقريبا، خلاص اتسلم منه اكتر من 95%. وفيز 2 هيتسلم في خلال 3 سنين، ودي حاجه كويسه جدا يعني. فانا برشح سي فيو طبعا. أنا برشح بروجكت وينتر نيو عالمين. ده من أحسن البروجكتس الموجودة دلوقتي في الأريا دي. بنتكلم عن برايم لوكيشن في كيلو 103 على مساحة 37 فدان. نسبة الكونستراكشنز فيه لا تتعدى 12%. فاحنا بنتكلم عن مساحة كبيرة جدا فيها فاسيلتيز كتير، ما بين سويمنج بولز وانفينيتي بولز، لاجونز، كيدز اريا، مساحات خضراء كتير واسعة. المساحات فيه عندنا كمان مساحات مختلفة، ودي حاجة مميزة قوي، ان احنا عندنا استاديوز تبدأ من 58 متر، واكبر مساحة عندنا 130 متر 3 bedrooms. حابب تستخدمه كبيرسونال يوزد او كانفستمنت، فارشح بروجكت وينتر نيو عالمين. بلس ان احنا بنستلم اليونت فولي فانيشد، مش بس تشطيب، بالتكييفات وبالفرش. فده اوبشن مش موجود في كتير من البروجكت. كتير قوي جربت مع نيو جنريشن واخدت في المشروعات بتاعتها. بنصح ببروجكت وينتر نيو عالمين لشركة نيو جنريشن. رأيي كمستشار عقاري من شركة ترانس ان ده من اقوى وافضل البروجكتس الموجودة في منطقة العالمين. انا ارشح مشروع طبعا كاليكوست، الساحل الشمالي في راس الحكمه. مشروع كاليكوست تقريبا فيه كل المميزات اللي اي حد حابب يستغلها هيلاقيها هناك. اولا احنا بنتكلم عن مشروع فيه فيزز مختلفه، وفيه كواليتي عالي جدا. هو مشروع موجود لشركه ميفن، شركه كبيره جدا ليها سابقه اعمال قويه. زائد ان هي موجوده جنب بيج نيمز كبار جدا. احنا جنبنا ماونتن فيو، الناحيه التانية عندنا مشروع فوكا باي ونايا باي ومشروع مباني ادريس. يعني احنا بنتكلم في ريتيرن اون انفستمنت كبير. كونستراكشنز هناك شغال دايما بشكل مستمر. طبعا هم خلصوا اغلب الافيلابيلتي اللي موجود عندهم في فتره وجيزه، فاللي متبقي غالبا هيكون بالنسبه لك فرصه لازم تنتهزها، علشان ده هيتيح لك فرصه ان انت تخش في الريسيل. بعد كده تقدر تبيع براحتك، تقدر تشتغل براحتك على الوحده بتاعتك، سواء حضرتك عايز تسكن او حابب انك تستثمر. فاختيار كاليكوست هي تقريبا جمعت كل المميزات، مفيش عليها اي عيب خالص. الغبار زي ما بيقولوا كده مش موجود على البروجكت نهائي. فترشيحي لكاليكوست هو جاي من مصداقية كبيرة جدا، وجاي من باب استثماري بحت ومصيفي بشكل ترفيهي كبير جدا. فأنا حقيقة أرشح مشروع كاليكوست.